انا ممكن ما اقدرش اوصل لحاجه كبيره وانا لوحدي، بس لما اجمع ناس حواليا يكون بيشاركوني نفس الرؤيه، عندهم نفس الطموح بتاعي، عندهم نفس الاهتمام بتاعي، ده بيساعد كتير جدا جدا. ويمكن ده من اهم مميزات الحضور مثلا في كورسات اوفلاين. يعني انا لو بذاكر اونلاين مع نفسي ليه مميزات كتيره جدا جدا، انا واحد من المبشرين بالتدريس اونلاين. بس هي في شخصيات تمشي معاها الاونلاين. الاونلاين مناسب لناس كتيره، بس في ناس لا انا محتاج اوفلاين، خاصه لما يكون هو في بيئه مش مشجعه او مش محفزه على ان هو يتعلم. يعني بيبقى معايا مثلا حد من محافظه غير القاهره، هو شغله والبيئه اللي حواليه كلها مش مساعداه على ان هو يتحرك او يتعلم او ياخد كورس او كده. لا انت محتاج تطلع من المكان اللي انت فيه ده وحط نفسك في مكان تاني. فدي بتبقى نقطه مهمه. لما انا هكون مثلا باخد كورس، اختار المكان اللي انا هاخد فيه الكورس ده او المجموعه اللي انا هتعرف عليهم، احط نفسي في بيئه تانية جديده، اتعرف على ناس تانية، اكون صداقات جديده، اكون محادثات جديده غير المحادثات التقليديه اللي انا عمالي بعيد وازيد فيها هي. فوجودي جوه بيئه جديده ده يغير حاجات كتيره جدا. كل اللي حواليا بيتغير بسبب ان انا بقيت وسط ناس المحادثات بتاعتهم، تفكيرهم، اهتماماتهم اختلفت، فانا بالتبعيه فكره النظره السلبيه لكل حاجه، يا عم هي بايظه مش عارف، لا مش هتنفع، النجاح ده مش لينا، ده الناس غيرنا خالص. يعني فكره ان واحد يكون بيتابع جروبات مثلا على الفيسبوك او صفحات على الفيسبوك كلها مشاكل، يعني في جروبات كده اصلا اللي هي مشاكل، بس هي اسمها كده تقريبا، اسمها سوسايتي بروبلم او حاجات زي كده، هي كلها مشاكل. يعني المسميات كتيره، بس انت بتدخلي عليها كلها مشاكل وحوادث وقضايا ومش عارف ايه. كل الحاجات دي اقفلها، بلوك بلوك بلوك، اقفل كل الحاجات دي واتابع الناس اللي بتمدني بطاقه ايجابيه. طبعا يعني كان في يعني واحده قريبتنا، هي كل قعدتها بتتكلم مش عارف واحده عملت ايه في حماتها وجوزها مش عارف عمل ايه ومشاكل كده طول الوقت. هي بتاثر عليا انا شخصيا، يعني انا بمتص الطاقه دي، انا طول الوقت خلاص انا حاطط نفسي في المود ده، بترجم كل حاجه بتحصل حواليا ان دي اكيد زي البوست اللي انا شفته ده، اكيد مش عارف زي ايه. لكن لو انا سبت كل ده وبصيت على حاجه تانية، حاجه بتتكلم دايما عن المهارات، قصص ناجحين، ناس يعني ما كانش عندهم اي موارد او اي مصادر تخليهم يستفادوا او يتعلموا وقدروا انهم يحققوا، هلاقي ان انا بترجم كل المحيط اللي حواليا في نفس الاتجاه ده، بشوف فرص في كل مشكله بتقابلني، انت اللي بتبذل الطاقه بتاعتك بالظبط. يعني ان انا كل ما بشوف حاجات كويس، هو الموضوع العقل عباره عن ايه؟ مدخلات، معالجه، مخرجات. فانا المدخلات اللي عماله ادخلها له من اول ما بصحى، عمال اشوف حاجات كويسه او ايجابيه، هلاقي ان انا كمان عايز ابقى زي الناس دي. كل الوقت بشوف قصص فشل او قصص خناقات ومحاكم وقضايا ومش عارف ايه، هيبقى كل تفكيري بالسلبيه دي. اشيل نفسي من المكان ده واحط نفسي في البيئه المناسبه ليا، ده اول يعني حاجه تخليني ابقى من اكتر الحاجات المؤثره.